يلا بينا بقى النهارده نعمل ايه؟ هنعمل بسبوسه. هتبطلوا تشتروها من بره، احلى مليون مره من بره. لو جربتوا الطريقه دي مش هتشتروا ابدا بسبوسه من بره. اعملوها كده بنفس المقادير وبنفس الطريقه، انجح بسبوسه واحلى طعم بسبوسه وشكلها حلو ولونها بيطلع حلو قوي. هنشوف مع بعض تتعمل ازاي. عندنا هنا 4 كوبايات سميد، 4 كوبايات سميد بسبوسه. عندنا هنا كوبايه سمنه، كوبايه لبن، وعندنا هنا الزبديه دي هناخد منها معلقتين بس، كوبايه سكر وبيكنج باودر وفانيليا هناخد بس نص معلقه بيكنج باودر. اللي بيقول لك ما بيتحطش عليها بيكنج باودر الكلام ده مش مظبوط، بيتحط بس نص معلقه. البيكنج باودر بيخليها كده تشرب العسل كله اللي هنحطه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ خلينا نشوف. هناخد كوبايه السكر دي، هناخدها على النار لحد ما تتكرمل. يلا بينا كده نروح على البوتاجاز ونشوف. حطينا هنا السكر اهو على النار، عايزينه بس يتكرمل كده، ياخد لون الكراميل كده. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنجيب كوبايه اللبن، واللبن انا دفيته يبقى اللبن ايه دافي، ونجيب الزبادي كمان، ننزل بالراحه كده باللبن. والزبادي مش هناخدها كلها، هناخد منها معلقتين بس. ادي واحدة، ادي 2. ممكن مش عايزة تحطي زبادي، ممكن ما تحطيش زبادي خالص، تكتفي بس بكوباية اللبن. ممكن ما تحطيش زبادي خالص براحتك برضو، الزبادي مش اساسي، انا بحب احطه بس عشان بيخليها اطرى شويه كمان. نلاقي السكر كده كلكع ومسك في بعضه كده، نفضل نقلب لحد ما السكر يدوب. بصوا بقت ماسكه ازاي السكر، هنفضل نقلب فيه كده لحد ما السكر يدوب خالص. مجرد ما يدوب السكر بقى هنعمل ايه؟ هنحط كوبايه السمنه كلها. اهي نزلنا كوبايه السمنه يا دوبك تسيح بس، وهناخدها بقى نروح على السميد. خلاص كده، اهم حاجه نتاكد ان خلاص السكر كله داب، خلاص ما فاضلش سكر، لسه في حته اهي. بس كده خلاص. نطفي بقى. عندنا السميد هنا اهو، هنحط عليه رشه فانيليا، وهنحط قلنا ايه نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. نقلب الفانيليا كده والبيكنج باودر مع السميد كده الاول.
ننزل بقى بالخليط بتاع السمنه والسكر ده. احنا يا دوب ايه هنخلط المكونات مع بعضيها، مش عايزين نعجن كتير، مش عايزين نعجن كتير خالص خالص. البسبوسه كل ما نعجنها اكتر كل ما تنشف، مش عايزين نعجنها كتير. يلا بقى نجيب الصينيه بتاعتنا. جبت الصينيه اهي، دهنتها بمعلقه السمنه ومعلقتين الطحينه. هننزل بقى بالبسبوسه بتاعتنا كده. بصوا لونها عامل ازاي. اللي مخلي لونها حلو كده اللي احنا كرملنا السكر، حتى لما بتستوي بقى بتبقى لونها جميله جميله جدا جدا جدا. وطبعا السمنه كل ما كانت بلدي وحلوه طبعا كل ما كانت احلى. طبعا السمنه اللي عندك في الاخر، بس هي بالبلدي لا يعلى عليها. دي حته سكر، بصوا كده حته سكر هي ما دابتش. اعملها كده عشان اسويها. هنا بقى حطيت لها شويه بندق محمصين كده وقطعتهم كل واحده نصين ووزعتهم عليها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحطها في التلاجة على الاقل خالص نص ساعه، نص ساعه ساعه كده يعني. علشان كل ما نحطها في التلاجة تكون السميد اتشرب كويس من السمنه. قبل ما ندخلها الفرن لازم نحطها ساعه او نص ساعه في التلاجة، ودي خطوه مهمه قوي. ما تفتكروش ان هي مش ضروري، بتفرق كتير جدا جدا في البسبوسه. لازم نحطها شويه في التلاجة عشان تلحق كده تتشرب شويه من السمنه. يلا هنشيلها نص ساعه في التلاجة وبعدين نطلعها نحطها في الفرن. اول ما ادخلها الفرن هولع على الشربات بحيث ان الاتنين يبقوا سخنين اول ما يطلعوا، يعني الشربات يبقى سخن بيغلي والبسبوسه لسه طالعه من الفرن، ونحط الشربات وهو سخن. فهنشوف بقى الخطوه دي ان شاء الله مع بعض. انا دخلت دلوقتي البسبوسه بعد ما قعدت ساعه في التلاجة، طلعتها بقى حددتها كده بالسكينه ودخلتها الفرن من تحت بس على درجه حراره 180. دخلتها الفرن من تحت بس على درجه حراره 180. حددناها بس بالسكينه كده، مش وصلنا للاخر، مش وصلنا لحد قاعده الصينيه، لا يا دوب حددناها بالسكينه. وهحط بقى الشربات على البوتاجاز عشان الاتنين يستووا في وقت واحد. ونخلي بالنا الشربات بيكون خفيف خالص ويكون سخن. لما تستوي بقى هنطلعها ونشوفها مع بعض ونسقيها بالشربات. خلاص كده انا حطيت العسل كله، العسل سخن بيغلي والبسبوسه لسه طالعه حالا من الفرن. طبعا انتوا شايفين العسل عايم عليها ازاي. هنسيبها بقى دلوقتي، هنطلعها ونغطيها بورق فويل او بغطا حله حتى، ونسيبها بقى هي تتشرب العسل كله، يعني مثلا نص ساعه على الاقل. ادي البسبوسه اهي بعد ما بردت بدات تبرد شويه. بصوا شربت العسل كله زي ما قلت لكم. يلا نقطعها كده بقى ونطلع حته عشان اوريها لكم. عايزه احاول امشي بس على الخطوط اللي انا كنت عاملاها على قد ما نقدر.
بصوا بقى كده، بصوا لونها من جوه عامل ازاي، شايفين لونها من جوه مستوي ازاي واخدت لون الكراميل كده بتاع السكر اللي احنا كرملناه. بصوا طعمها تحفه تحفه والله، لو جربتوها هتبطلوا تشتروا بسبوسه من بره خالص. ويا سلام بقى لما نحط لها كمان حته قشطه كده. دي كانت البسبوسه النهارده، يا رب تكون طريقتها عجبتكم، وصدقوني لو جربتوها مش هتندموا، هتبطلوا فعلا تشتروا بسبوسه من بره. بسبوسه طعمها حلو كده وشبه الجاهزه واحلى كمان. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. ولو اي حد عنده افكار للايام الجايه طريقه حاجه نعملها او وصفه نعملها يكتب لي في الكومنتات.